ثلاث اسهم هينزلوا ارباح في شهر اغسطس، لازم تاخد بالك منهم. اول شركه وهي مينا فارم للادويه، والتكر بتاعها MIPH. الشركه دي هتنزل 2 جنيه ونص على كل سهم، من اقوى شركات الادويه في السوق المصري، وليها خطوط تصنيع واخده من شركات مالتي ناشونال زي فيوسيدين وفيزوكارت مثلا. سعر السهم النهارده 236 جنيه و40 قرش. توزيع الارباح هيبقى 2 جنيه ونص لكل سهم، هيبدا من يوم 12/8 كيوم تسجيل اللي هو الريكورد ديت، اللي احنا كنا شرحناه في فيديو قبل كده، في فيديو الديفيدنز. لو انت ما شفتوش روح شوف. بس توزيع الارباح هيبقى متقسم على قسطين، كل قسط منهم هيبقى جنيه وربع. اول قسط يوم توزيعه هيبقى يوم 17/8 اللي هو 17 اغسطس، وتاني قسط هيبقى يوم 16/11. فانت كده عندك قسطين بمعدل 1% من سعر السهم. وعارف اللي هيقول لي توزيع الارباح قليل جدا بالنسبه لسعر السهم، بس سعر السهم نفسه قوي والشركه قويه على المدى البعيد. تاني شركه معانا وهي شركه اكت فاينانشال، التكر بتاعها ACTF. توزيع الارباح هيبقى حوالي 18 قرش لكل سهم. سعر السهم النهارده 3 جنيه و13 قرش. يوم التسجيل هيبقى يوم 17/8، يعني انت لازم تتاكد ان انت تكون شاري قبل يوم 17/8. ويوم التوزيع او الديستريبيوشن ديت هيبقى يوم 20/8. ثالث شركه معانا وهي شركه النصر للانشاءات والمولات، ودي شركه مولات مشتركه في مشاريع كبيره جدا في مصر، ودي سهمها قوي جدا وارقامه كويسه جدا في القوائم الماليه بتاعته. والسهم ده فيه حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها قبل ما تشتري الاسهم بتاعتها. يوم التسجيل في الشركه دي هيبقى يوم 20/8، ويوم التوزيع هيبقى يوم 21/8. فانت برضو لازم تتاكد ان انت شاري قبل يوم 20/8 في الاسهم دي. التركيه هنا بقى في توزيعات الارباح بتاعت الشركه دي ايه؟ على كل 3 اسهم انت هتشتريهم ليك سهم بونص، او ليك سهم هديه، او ليك سهم في توزيع الارباح. فيبقى كده كل سهم واقف عليك بتلت سهم بونص. فلو انت عندك 3000 سهم من الشركه دي، يبقى انت كده هتاخد 1000 سهم زياده. سعر السهم النهارده 7 جنيه و77 قرش، وزاد في جلسه يوم الخميس ب 10%. فده رقم حلو جدا بالنسبه لشركه زي شركه النصر في يوم واحد بس. ولو عايز تعرف اكتر عن البورصه والحياه الماليه، هتلاقي لينك قناه اليوتيوب في البايو، اسم القناه سوردي. ولحد هنا سلام.